أشعلت بخوري، أحرقت شموعي، وحفنة من زيوت عطرية، من مسك وعنبر وماء الزعفران، أوراقا مزقت وطلاسم قرأت، أنادي بكل قوتي أيها الحاضر البعيد، صحيح أنك في المسامات تحيا وأشتهيك كما المواقد تشتهي لسعة نارها، ولكني أريد أن أكون الأجمل فيما تريد، وأتلو تعاويذي لروح الأسرار النائية كي تحضر كما أريد. وفجأة قبل اكتمال الساعة على عقربيها، ها هي أسرار ملكة الملكات، جميلة الجميلات، حضرت لتطهر روحها باعترافات أتعبتها زمانا، لفحتها نارها، أتت بذكريات مؤلمة تنشرها بآهات صميمها، بندم وعتاب جارحين. ما حل بك يا أسرار، ما حل بك يا أسرار، عيناك كزهور بلا ماء ولا هواء يمكن أن يمر بهما، لأنهما عاتيتان كاللهب، ولا شيء حولهما يرف كفراشات المساء وكطلة الصبح من ذلك الشفق الأرجواني. احمرار تفاح وجنتيك انقلب إلى اصفرار، لم تتلوين نارا لاسعة منها تشتعل النيران كلها؟ ماذا فعلت ليقتل العذاب الجمال كله؟ ماذا فعلت يا حسناء؟ وبحشرجة من أناتها اعترفت: خنت من كان يوما لي ملاكا، كان يفرش دربي ورودا حمراء. كيف حدث ما حدث؟ ولم كان ما يشي بالخيانة يشي بها؟ نعم، إنها غيرة سكنت قلبي، أثارتني، عصرتني وذوبتني حد الانتهاء، مزقت كياني كله، سلبت العقل مني للنهاية، فجرت شرايين جسدي بما يشبه انفجار العاصفة، أيقظت شيطانا في داخلي، نسيت نفسي، نسيت إنسانيتي وسعادة كنت أعيشها، وامتلكني الغضب، وقررت انتقاما زينه الرجيم لي. في لحظة غاشمة زادني قسوة فجورا وعهرا إلى الحد الذي أطيق، فجر بي ما كان خفيا بداخلي، ولكن وبعد هزيمتي هزئ مني وجعلني ما شاء في يديه في عتمته التي لا أحب، ليعلن بغرور: تمكنت من طهرك، تمكنت من إيمانك. وتسلل إلى أعماق الندم، عذاب الضمير، لم أستطع إلا أن أعترف. واعترفت لملاكي، اعترفت له بخيانتي لأكفر عن ذنبي، وأنبأته علمي بخياناته كلها. أنا أغفر لك يا سيدي، فاغفر لي،
أنا أغفر لك يا سيدي فاغفر لي، لكنه لم يغفر ولن يغفر. هذه قصتي يا شاعرتي، دونيها لتكون إشارة لكل امرأة لا أتمنى أن يهزأ منها شيطان وتشعر مثلي بندم. هكذا هي الحياة وهذا عالمنا، نغفر لهم لأننا جزء من كينونتهم وهم لا يغفرون، ومع ذلك فنحن الطيبون نغفر بعذوبة. وها أنا أكتب قصيدتي من آلامك وأحزانك الموجعة، لتكون اعترافات خائنة، وليعفو الله عنك يا أسرار، وذنبك يمحو ما دام في الكيان رعشة طيبة ندية كنداوة قطرة الماء العذبة.